ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ دلوقتي انا رايحه كايرو فيستيفال سيتي. يا جماعه انا جايه كايرو فيستيفال عشان دلوقتي موبايلي بيفصل، بيجي عند 70% مثلا ويقوم يفصل، فانا جايه عشان تريد لاين عايزاهم يشوفوا لي المشكله دي، ويجي عند بيفصل يعني وهو انا لسه شحناه، فالبطاريه تقريبا بايظه او حاجه، فجايه عشان يشوفوا لي هنا في كايرو فيستيفال. يا رب يتصلح ويبقى يعني يشتغل كويس يعني يا رب. قالوا لي ربع ساعة والصيانة تيجي، فيعني لسه ما عندونيش أي حاجة مفيدة. بضيع الوقت ده، تعالي معايا، في إن أنا بلف في زارة اتفرج على هدوم. يا جماعة ما فيش أي هدوم ولا أي حاجة حلوة، مفيش أي حاجة عجباني بجد، الأسعار مبالغ فيها واللبس مش حلو. بتوع الصيانة جم لو سمحت. طب ممكن أدخل له هنا ولا إيه؟ الحمد لله المشكلة طلعت مش في البطارية، الحمد لله الحمد لله البطارية الثانية شغالة تقريبا ب87%، فالمفروض ان هو بقى كده قال لي ان في سوفت وير لو عملت له ابديت ان شاء الله يحل المشكلة، هبقى اعمل له بقى ابديت لما اروح، ويا رب ميبقاش فيه مشكلة يا رب. هلو ازيكم؟ دلوقتي انا جيت بورتو كايرو، اختي جاية تجيب حاجة من مكتبة هنا، فهروح معاها عشان نجيب الحاجة بعدين هروح. انا مش عايزه اشتري كتب عشان ان شاء الله هروح معرض الكتاب، بس هي عايزه تجيب حاجه معينه جايه لها معينه يعني. بصوا يا جماعه، ده احلى برجر في الدنيا، ماما هي اللي بتعمله، ما بيبقاش فيه نقطه، انا ما باكلش برجر خالص غير ده، عشان بس ما بيبقاش فيه نقطه دسم ولا اي حاجه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هقول لكم انا قاعده بس في المطبخ ليه عشان حطيت بطاطا في الفرن ومستنياها تخلص، فقلت ايه استغل الوقت ده واتكلم معاكم واقول لكم اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. بما ان الاجازه قربت تخلص شويه، انا كنت هعمل فيديو لوحده بس قلت ان انا ادخل الفيديو في الفلوج واتكلم معاكم في الموضوع اللي كنت عايزه اتكلم فيه، اللي هو تحدي اجازه نص السنه. انا كنت قايله لكم ان انا ان شاء الله هتعلم الفوتوشوب، والحمد لله قدرت ان انا اتعلم البيزكس بتاعته. الفيديو اللي انا اتعلمت منه البيزكس بتاعته هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس تحت، وده انا بدأت فيه، قعدت قدامه الساعة ونص بتوع الفيديو دول قعدت اتعلمهم، وبعد كده وانا بشتغل بقى على الفوتوشوب، عارفين اللي هو لما بيبقى مع التمرين ولما الواحد بيغلط ويقوم يعمل حاجات، بسأل ناس من صحابي اللي عارفين فيه يقوموا يقولوا لي اعملي كذا وما تعمليش، لا حطي كذا، والموضوع مشي معايا يعني بالشكل ده. وعايزه اقول لكم حاجه، انا كنت دايما بسأل نفسي كتير قوي انا هعمل ايه لنفسي وانا لسه بدرس، لما كنت في المدرسه او في الجامعه هعمل ايه لنفسي، يعني مش عارفه ابدا في حاجه، لو انا دايما نفسي ان انا اعمل لنفسي مشروع او دايما نفسي اعمل حاجه تكون بتاعتي انا، بعدين بقول طب انا مش هعرف اعمل اي حاجه، لما حد يقول لي اشتغلي ورك هارد، كنت على طول كل ما اسال اي حد يقول لي ورك هارد، طب ماشي ما انا ورك هارد على ايه؟ مفيش حاجه اقدر اقدمها دلوقتي، انا اعتبر لسه صغيره. في الاخر بعد لما قعدت اعمل ريسيرش كتير واتكلم مع ناس كتير واتفرج على يوتيوب فيديوز طول اليوم، اكتشفت في الاخر ان انا لو عايزه فعلا اشتغل على نفسي في الوقت ده اشتغل على نفسي، لو عايزه ابقى حاجه في المستقبل كل اللي انا اعمله اشتغل على نفسي، حتى لو حاجه بعيده، يعني ممكن حد يجي يقول لي انت فوتوشوب ده هينفعك في ايه؟ هو ممكن يكون ما ينفعنيش في الدراسه، بس هو نفعني مثلا في اليوتيوب شانل جدا جدا جدا، كل الحاجات اللي بتشوفوها بتطلع دي انا اللي عاملاها يا جماعه بنفسي على الفوتوشوب. وعايزاكم تشوفوا اللي هو عملت الكليب ارت، ولا اللي هو الارت بتاع اليوتيوب شانل ده اللي هي من فوق اللي هي دي انا اللي عملتها كلها، هي ممكن تكون سيمبل قوي وبسيطه بالنسبه لناس كتير قوي فيكم، بس بجد انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه في الحاجات دي، فلما اتعلمت بقيت اللي هو فخوره بنفسي، انا عملت حاجه، انا حققت حاجه، انا اشتغلت على نفسي. مثلا بالنسبه للقرايه، انتوا عارفين انا قد ايه ما كنتش بحب القرايه قبل كده، بس لما بدات اقرا، بالمناسبه صحيح انا خلصت الكتاب
هعمل لكم ريفيو بس لما اجي اقرا الكتاب بعد لما اخلص ده. هقول لكم يعني في الفقره بتاعه القرايه. فانا القرايه دي لقيت ان انا ما انا بشتغل على نفسي اهو، انا بزود معلوماتي حتى لو هي مش في المجال بتاع طب اسنان او في مجال الجامعه اللي انا بدرسه، انا بزود معلوماتي من حته تانية، بفتح دماغي من حته تانية. ومش معنى ان هي الاجازه ان احنا نقفل دماغنا وما نشغلهاش، نصدي دماغنا زي ما بيقولوا. بس فهو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. اشتغلوا يا جماعه على نفسكم من وانتوا في سن صغير. في ناس بتقوم لما تبدا لما تكبر وتقوم ترجع تقول يا ريتنا ابتدينا من واحنا صغيرين. يعني انا لما بقول ناس تقولي انت بتعملي كل ده ليه دلوقتي، انت لسه صغيره، هيفيدك في ايه، لسه هتتعلمي الحاجات دي كلها مع الشغل. ما انا لما ابدا الحاجات دي من دلوقتي من وانا سني صغير اكيد هبقى يونيك او هبقى مختلفة في وسط الناس اللي حواليا. فحاولوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، تزودوا من علمكم في مجالات مختلفة، ما تحصروش نفسكم في حاجة معينة وبس. يعني هو دوت اللي كنت عايزة اقوله لكم النهاردة. و قولوا لي لو حد اتعلم اي حاجة جديدة في الاجازة دي اتعلم ايه. انا كان في كذا حد قال لي ان هو اتعلم حاجات وبجد بسطتني قوي، وناس عندهم افكار حلوه جدا ما شاء الله وحاجات مختلفه واول مره كنت اسمع عنها، او اللي هو حسيت ان هم بيفكروا زي ما بنقول بره الصندوق بافكار جديده وافكار مبتكره جدا جدا ما شاء الله عليكم بجد. وبس هقوم بقى اشوف البطاطا عشان عايزه اكلها كده بالليل، وبعد ما اخلص نعمل بقى الفقره بتاعت القرايه وفقره فتح مخك. يا جماعه الريحه ما شاء الله تحفه. الجو حر قوي هنا يعني بجد، ربنا اللهم اجرنا من عذاب جهنم يا رب. دلوقتي فقرة فتح مخك اللي انا اخترتها النهاردة هي آية في سورة آل عمران الآية 92. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. والملحوظة او التعليق اللي مكتوب عليه بيقول اعطي مما تحب تنال اكثر مما تحب. يعني دي فيها حاجات كتيرة قوي الواحد ممكن يقولها. عارفين لما بيقول هو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعلا ده حقيقي جدا. انا كنت من النوع اللي انا بحب احافظ على حاجتي قوي، او الحاجة اللي انا بحبها مش برضه حتى اديها لاخواتي، وببقى بحافظ عليها بشكل غير طبيعي. بس فعلا عايزه اقول لكم حاجه، لما انتوا تلاقوا نفسكم ان انتوا بتنفقوا من ده. يعني لو انا مثلا بحب الهدوم جدا وبحب هدومي قوي، ولما بجيب حاجه ببقى مختاراها بروبرتيز او بشكل معين وببقى محافظة عليها بشكل فظيع. عارفين لما انتوا تدوا الواحد حاجة من اللي انتوا بتحبوها قوي، اولا انتوا هتشوفوا الفرحة في عينيه وانتوا هتتبسطوا جدا جدا جدا. وبعدين انتوا تركتوا حاجة لربنا، فعلا ربنا هيعوضكم خيرا منها بكتير ان شاء الله. بعدين بالنسبة يا جماعة اللي انا بقوله لكم في الفيديوز، او لو بتكلم في دين او بقول لكم حاجة انا بعملها، مش عايزه حد يجي يطلع يقول لي ده رياء اللي انت بتعمليه. مبدئيا انت ما تعرفش نيتي ايه، ولو انتوا عايزين ان انا اقول لكم نيتي ايه، فهو انا نيتي زي ما قلت لكم قبل كده وقلت كتير وهعيد وهفضل اقول ان انا لو انا بعمل حاجه كويسه فانا بظهر الحاجة الكويسة دي عشان انت او انتي تعملوها. او يمكن انا اديت لحد فكرة، لو واحد بس عمل الفكرة دي يعني الثواب هيبقى في دايرة لا نهائية. انا هاخد الثواب والثواب هيقوم يرجع لفلان وثواب، وهنفضل نرجع لورا لحد ما كلنا ان شاء الله هنكسب ثواب مع بعض. فمش عايزه حد يطلع يجي يقول لي ده رياء وانت نيتك مش كويسه وانت بتعملي كده عشان احنا نقول عليكي انك بتصلي او ان انت بتصومي او ان انت محجبه او الكلام ده. انا بجد ربنا يعلم ان انا لما بطلع اقول لاي حد فيكم حاجه او بدي الافكار دي او كل ده عشان انتوا اديكوا فكرة، وزي ما بنقول على طول ننشر الايجابية وننشر الالهام ان احنا نلهم بعض ونساعد بعض. بس كده. بالنسبة بقى للكتاب انا يا جماعة كنت خلصت ثانية، انا كنت خلصت ده اللي هو The 7 Habits of Highly Effective People. انا ده خلصته. مش هدي ريفيو كبير قوي عشان انا بصراحة ما فهمتوش قوي الانجليش بتاعه، مع ان انا طول عمري مدارس انجليش وكنت اي جي في ثانوي وكل الكلام ده، بس الانجليش بتاعه كان مكلكع جدا جدا جدا. فانا بابايا كان عنده النسخة العربي ممكن اجرب اقراه، بس بصراحة الكلام بتاعه كان مكلكع جدا. دلوقتي انا بقرا How Successful People Think.
انا بحب ان انا اقرا اكتر اللي هي الحاجات زي التنميه البشريه، الحاجات دي بتشغل عقلي اكتر بصراحه، مش غاويه روايات قوي. ولو اني في روايات بحب اقراها، بس الحاجات دي بحبها اكتر. ف يعني هو دوت اللي انا بدات اقراه دلوقتي، اللي هو successful people think. وبس هو بصراحة عجبني جدا لحد دلوقتي، انا لسه في ربعه تقريبا، وبس هبدأ اقراه دلوقتي. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. كنت نسيت، عايزة اقول لكم حاجة. شكرا لكل واحد من الألف سبسكرايبر، بجد انتوا بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، ومش عارفة اشكرك ازاي. والله يعني ربنا يخليكوا. عايزة اشكر كل واحد فيكو. انا مش عايزة تبي كليشيه قوي او الكلام قاعد يتعاد ويتزاد وناس كتيرة بتقوله. بس فعلا اظن كل واحد فيكو حاسس قد ايه احنا ممكن نبقى عيلة مع بعض، سبيشالي اللي بيعملوا كومنت وبنتكلم على طول. يعني انتوا عارفين انتوا بالنسبة لي ايه، انتوا زي عيلتي بالظبط وصحابي وكل الكلام ده. فبجد شكرا لكل واحد فيكم. بالنسبة بقى اللي انا ممكن اعمله عشان انا جبت الالف سبسكرايبر، انا ناس كتيرة كانت بتيجي تقولي الاقي اعملي اللي هو Q&A، اللي هو انتوا بتسألوني حاجات وانا هقوم اجمع الاسئلة دي كلها وارد عليكم في فيديو واحد. فلو انتوا حابين ان انا اعمل الموضوع ده، انا هكتب كومنت تحت، واعملوا لايك او كومنت او قولوا لي اي حاجه عشان اعرف بس اعمل الفيديو ده ولا لا. لو حابين كده اكتبوا اسئلتكم، او ان انتوا ابعتوا لي على الانستجرام اسئلتكم، وانا ان شاء الله لو لقيت ان في عدد كويس من الاسئله جات لي تستاهل ان انا اعمل فيديو عليها، هيكون هو ده الاحتفال بتاعي بالالف سبسكرايبر اللي الحمد لله جبتهم. بصراحة انا من غيركم ولا حاجة. وشكرا يا جماعة. انا دلوقتي بقى هبدأ اقرا ده، وبعد كده هدخل انام، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.